اسمحي لي نهضر معاك ونقول لك بلي عارفه بلي ماشي سهل تكوني مرا وقاده في هذا الوقت وفي هذا الزمان اللي حنا فيه. وماشي سهله تكوني ديما قويه وديما ضاحكه وانت قدام الناس، وانت في الداخل ديالك ربي بوحدو اللي عالم بك، وانت ديما على لسانك انا بخير وانت ما بخير ما والو. ولكن اليوم جيت نهضر معاك كاخت لختها، وغنقول لك هضره اللي عمر شي حد قالها لك ولا عمرك سمعتيها بهذه الطريقه باللي غتسمعيها بها من عندي. كنا مرينا من مواقف ومن ظروف خلاتنا نتلاقاو ونتعاملوا مع ناس اللي في الاخر غدرونا وخانونا وشوفونا داكشي اللي عمرنا توقعناه ولا تخيلناه منهم. ولكن اسمحي لي يا حبيبتي نقولك باللي ماشي هذه هي اكبر خيانه، حيت اي طرف اكتشفتي حقيقته كتبعدي منه وكتبدلي الطريق وكتعتبريه بحال لا عمره ما كان. الخيانه الكبرى هي مني انتي كتخوني راسك، مني كتعطي القيمه لبنادم وكتضحي انتي براسك، مني كتسبقي اغراض الناس وكتاجلي انتي اغراضك، مني كتكوني عيانه وصحتك كتستنجد بهذا المعنى وكتعطيها الدق، مني كتقولي عادي على اي حاجه اللي في الحقيقه بالنسبه لك ماشي عادي. وهذا الشيء كامل حيت تعلمتي ديما تكوني قويه وتباني بلي حتى شي حاجه ما كتاثر فيك، واي مرحله صعيبه كتصبري فيها وكتقولي هذه غير شده وغدوز، وانتي ما عارفاش بلي ديك الشده النهار اللي كيدوز فيها كيمشي من عمرك وكيدي تا من صحتك وكتبقي تاجلي والايام كدوز وانتي باقا في بلاصتك. واللي كيضر في الخاطر هو انك عارفه بلي انت عايشه بواحد الطريقه اللي ماشي ديالك وفي واحد الوضع اللي عمرك تمنيتيه ولا تخيلتيه، ولكن كتفضلي تستمري وكتبقي مكافحه وصابره بحجه انك ظريفه وما باغا تقلقي حد اولا بحكم انك اصلا انت هي اخر وحده كتفكري فيها. السبب الرئيسي اللي خلاك عايشه هذه الحياه اللي انت دابا ما راضياش عليها هو انك مقتنعه كل اقتناع باللي انت ما تستاهليش كتر منها وما تستاهليش كتر من هادشي اللي عندك ولا كتر من هادشي اللي انتي فيه. ديما تصغري من الاحلام ديالك وديما كتطلبيها غير صغيره واخا عارفه بلي ربي قادر يعطيك قد ما طلبتي وكتر. كتعطي الحق وكتيقي داك الصوت الداخلي اللي ديما يقول لك بركه عليك ولا راكي ما تقديش ديريها وانتي ماشي بحالهم وعمرك توصلي ليهم. هاد الصوت بالضبط هو العدو اللدود ديالك. نقي تفكيرك وبدلي هاد الافكار السلبيه وخرجي هاد الافكار كلها من راسك. انتي انسانه عندك الحق في كل شيء، وعندك الحق حتى في انك تطلبي مساعده وتقولي عييت، وعندك الحق حتى في انك ترفضي اي حاجه ما بغيتيهاش بلا ما تحشمي وبلا ما تخافي تقلق منك شي واحد. حسيتي براسك ضعفتي نفسيا من حقك انك تبكي، ماشي ضعف منك تبكي وتشكي صدى ربي الواحد الاحد. بعيد على البشر تكون خلوه روحانيه وحابه انها تكون من الثلث الاخير من الليل، تهضري مع الله سبحانه وتهضري معاه من قلبك كأنه كيسمعك وفعلا تراه معاك وكيسمعك ومستعد يلبي لك اي طلب كيف ما كان، فقط غير قولي ودعي دعوة خالصة من القلب. ثقي بيا هاد الجلسات الروحانية كيغيروا حياتك ل180 درجة. هاد الجلسات كيصنعوا معجزات لدرجة انت براسك كتفاجئي من الرد الالهي اللي كيكون على الدعوات ديالك. كوني مع راسك اللي محتاجك ما تكونيش ضده، اسمعي ليه شويه واحترميه وثقي فيه. سولي راسك شنو بغيتي بالضبط وما تكذبيش عليه، ما تسكتيش على الحقره، حطي حدود وخلي بنادم يحترمك كيما كتحترميه. حسيتي بشي حاجه قوليها بدون خجل، هضري على حقك وخلي بنادم يفكر 20 خطره قبل ما يوجه لك شي هضره. النظره باش كتشوفي راسك هي بالضبط باش الناس كيشوفوك. عطي قيمه لراسك عطيها لك بنادم، ما عطيتيهاش ليه غتبقاي ديما محقوره. بغيتك غير تعرفي بلي انتي ماشي قليله، راكي مهمه وصوتك مهم والوجود ديالك حتى هو مهم، ماشي زياده في حياه اللي معك. ربي كرمك وعطاك قيمتك فوق السماوات السبع، شكون هذا اللي غيقدر يحيدها لك؟ الا شي حد خانك واخا يكون من المقربون هذه بالنسبه ليا ليه هدوء وتقدري تمضي الجرح مع الوقت. عندك غير تخوني راسك حيت الوجع اللي غتحسي به غيكون عميق وغيجي واحد الوقت اللي غتضربك فيه الفيقه كما كيقولوا، غتلقاي راسك لا صحه لا كرامه لا جهد حتى باش تبقاي مستمره. تخيلي ان اقرب شخص ليك كيعرف كاع الاسرار ديالك والضعف ديالك والاحلام ديالك، هو بنفسه كيهرسك وكيحطمك كل نهار بلا ما يحس. هنا الشخص ماشي غريب، وهذا الشخص هو انت بشحمك ولحمك، ما كتخلي البراني ما يدير فيك. يقدر تكوني مريتي من مشاكل ولا ظروف صعيبة مع ناس خلاوك توصلي لهاد المرحلة اللي انت فيها دابا، ولكن جلسي وفكري وعرفي باللي وصل الوقت باش هاد الإحساس يتبدل عندك. تحدي كاع الأفكار السلبية اللي كتقلل من قيمتك،
فرحي باي حاجه زوينه درتيها في نهارك ولو تكون صغيره. ان شاء الله تكوني غير رفضتي شي طلب اللي ما كانش مناسبك، هذا بحد ذاته انجاز. هذه اول خطوه لي كتبتي فيها لراسك بلي انت وراحتك اهم واولى من اي شخص. ومني ترفضي هاد الطلب عمرك ما تحشمي ولا تحسي بالذنب، عمرك ما تعتبري الطلبات ديالهم اوامر، وهما مجرد عرض وانتي من حقك تقبليه او لا ترفضيه. مني كتولي تشاوري مع راسك هادشي ما كيخليش قيمتك عند الناس تقلال، بالعكس هكا كتخلي بنادم يقدرك ويحترمك. تخيلي ان شي حد من الاقارب ديالك اولا شي وحده من صحاباتك نقصت منك وقالت فيك شي حوايج كاع ما فيك، واش غتبقاي ساكته وتخليهم يقولوا فيك ما بغاو؟ هكا مع راسك عمرك تخلي راسك ودوك الافكار السلبيه والخيبه تسيطر عليك. كوني حنينه مع راسك كيما انت حنينه مع كاع الناس. اي ابتسامه كتبتسميها لراسك وانت قدام المرايه انجاز واعتراف منك باللي انت تستاهلي اي حاجه زوينه في هذا الكون. خدي لراسك وقت وفشي فيه راسك بالامكانيات والظروف اللي عندك، واخا يكون غير كاس القهوه كيما بغيتي في بلاصه هادئه كيما بغيتيها. انت محتاجه تمتعي بكل لحظه في حياتك. ثقي بيا مني طبقي هادشي كامل مع الوقت غيكبر في الداخل ديالك داك الشعور باللي انت تستاهلي تكوني سيده نفسك وسيده غيرك.